وسهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. اسامه حسن ده واحد كل يوم بيطلع يتكلم عن النادي الاهلي بطريقه بشعه. هدفه الوحيد هو يقعد يتكلم عن النادي الاهلي اكتر من النادي. واحد زي ده بيتكلم عن النادي الاهلي اكتر من ناديه. الاهلي عمله واضح فعلا مع انه مرض نفسي بجد، يعني عنده مرض نفسي. فبيتكلم عن النادي الاهلي بطريقه بشعه، بطريقه غير محترمه. بيعمل منبع للتعصب، هو اصلا منبع للتعصب والفتنه، بيقول كلام منتهى كلام غير محترم على النادي الاهلي. كلام بينم عن التعصب والفتنه، فطبعا هو يعني بيقول كلام كله كذب وافتراء على النادي الاهلي. طبعا هو اسمه حسن، هو بيقول حاجات اصلا مش مجرد واقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عمل مرض نفسه، عمله تعب نفسه، عمله عقده من سنين. فطبعا اسمه حسن طبعا هو بيتوش مترمى، ما عندوش شخص، ما عندوش مبدا في حياته، فتلاقيه هو منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيقرا وبيغل وبيحكي. والشر ما بتجاه النادي الاهلي عملوا مشكله وعملوا عقده من سنين، لان هو بيقرا وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى التعصب، فتنه وحاجه غير محترمه. تعالوا شوفوا معايا كده. ما تقعدش تطلع بيانات وتتابع الجوابات وتعمل حاجات بتقلل منك، بتقلل من ناديك. يعني والله عايز اقول لك يا اسامه حسن، انت بتتكلم بتقول تقلل من ناديك البيانات والخطوات ومش عارف وايه. اول حاجه ده حقوق النادي الاهلي، انه بيشوف حاجه غير سليمه. لما انت تيجي تتكلم يا اسامه حسن عن البيانات، ده اكتر نادي ملوك البيانات. انتوا بتنزلوا كل يوم يعتبر بيان، بتنزلوا اختبارات بيانات عن ايه بقى؟ عن التحكيم المصري. مضايقنا اللي انتوا بتقولوا على اللي انتوا التحكيم المصري بتقولوا عليه جميل. بتشتكوا التحكيم المصري بتقولوا عليه ده وحش، ده التحكيم المصري ظالمنا، ده اصل مش عارف ده ايه. الكلام بقى ده. فانت يا اسامه حسن انت اخر واحد تتكلم عن البيانات والكلام اللي انت بتقول عليها دي، لان كنتوا اصلا انتوا بتعملوها من سنين، بتعملوا الحاجات دي من سنين. فطبعا اسامه حسن بيحب الترند جدا وبيحب اللقطه، وشخص كاره وحاقد وغلاوي تجاه النادي. فطبعا اسامه حسن طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من برنامج العالم. السلام عليكم.